يا مساء السعادة، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كل اللي يشوفني يكون طيب وبخير ان شاء الله. قالوها زمان في الامثال: الست الجدعة تسد في اي مكان، وانا سد حتى لو كنت في المريخ. وولادي فاكريني علشان خاطر انا مش في مطبخي ومش في بيتي مش هعرف اعمل اكل، ويجبروني اكل الشارع. انما ايه، ما عنديش الكلام ده. انا لازم اعمل اكل في البيت واعمله كده واكله واتبسط وابقى مبسوطه ومطمنه من الاكل اللي انا باكله. جبت على طول صينيه وحطيت فيها معلقتين كده كبار من الزيت، ونزلت بكيلو من السجق اللي متقطع نصين، وابتديت كده ان انا اشوحه. لازم الاول نشوح السجق بتاعنا ونديله كده تشويحه حلوه ويقفل المسام عشان ما ينزلش سوائل ولا ميه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بعد كده قطعت بصلايه كبيره شرايح، وكمان حبيتين من الطماطم متقطعين شرايح، وعليهم فلفل الوان اصفر واحمر واخضر، ولو ما عندكيش الوان تقدري تستغني عنه خالص وتستخدمي الفلفل الاخضر، يعني استخدمي اللي موجود عندك. انا كان عندي فلفل الوان فاستخدمته. ما حطيتش اي توابل ولا بهارات خالص، لان السجق دوت كان فيه توابل وبهارات كتير فاكتفيت بيها. لكن لو السجق اللي بتشتريه عارفه ان مفهوش توابل وبهارات كتير، فهتبتدي تتبلي كده وتبهري الخضار والسجق. فانا ما حطيتش اي حاجه خالص، قلبتهم مع بعض وغطيته وسبته كده 10 دقايق. وبعد 10 دقايق رفعت الغطا، حسيت ان هو محتاج ميه، ما نزلش بصراحه دهون. السجق ده كان حلو جدا، كله لحمه ما فيهوش اي دهون خالص. فحطيت له شويه كده من الميه وغطيت عليه 5 دقايق ياخد ويدي مع بعضه، وعملت شويه سلطه وحمرت بطاطس وحضرت احلى اكل. في اقل من ربع ساعه كنت عامله سفره كامله وكنت مبسوطه. يا رب لو الفيديو عجبكم تحطولي لايك وشير وكومنت حلو للتشجيع، واسيبكم في رعاية الله.